البسكوت الاقتصادي الترند اللي تقريبا جميع القنوات عملتها جت عليا. وطبعا الاكل اذواق، ممكن يكون عاجبني وغيري ما يعجبوش، بس كفاية قوي انه ببلاش بمكونات بسيطة جدا وما خدش مني مجهود خالص. يلا بسرعة اشتراك في القناة، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله، واللي لسه ما تابعنيش على صفحة طبخة وشنطة اتمنى ويشرفني انه يتابعني، ولايك وكومنت وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ونقدر كلنا نستفيد من بعض. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف البسكوت اللي زي بتاع المدارس التحفة ده هنعمله ازاي مع بعض. نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، نص كوباية سكر. انا حطيت نص كوباية زيت على معلقة سمنة ونص كوباية لبن، ممكن تستبدليهم بنص كوباية مية ونص كوباية سكر، يبقى نص ونص ونص. في الخلاط هضربه كويس قوي لحد ما السكر يدوب ما يبقاش ليه اي معالم، وظرف فانيليا وذرة ملح، وهحط الدقيق بتاعي تدريجي ونص معلقة بودر. وزي ما احنا متفقين ان الدقيق طبعا على حسب نوعه، فانا الخليط بتاعي ده او المكونات بتاعتي دي خدت مني تقريبا كوبايتين دقيق او كوبايتين ونص دقيق، معلش انا اسفة. هعجنه طبعا من غير ما نلت ونعجن، يا دوبك الم الدقيق مع المواد السايلة دي عشان ما يبقاش ليه عرق. ده بسكوت اهو زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك بلم، ما خدش مني حرفيا 3-4 دقايق على بعض. العجينة اهي زي ما انتوا شايفين، يا رب تكون واضحة قدامكم، سهلة. وهجيب كيس مطبخ عادي خالص، افرده افتحه واحط فيه العجينة تمام وبالنشابة، وهفرد وهخلي سمكها رفيع جدا. تجربة البسكوت دي يا جماعة انا بالنسبة لي هجربها تاني. كفاية قوي ان احنا يعني كوباية شاي في قلب البيت وتلاقي حاجة مش هتاخد منك دقيقتين تعمليها، وبتبقي ضامنة مكوناتها وبتبقي ضامنة النظافة، وطعمها فعلا جميل مش وحش. بس طبعا في يعني بسكوت بمقادير غير دي بتبقى احلى. بس احنا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده احنا بندور على الوفرة، بندور على الحاجة اللي كل بيت مصري مقتدر او غير مقتدر يقدر يعمله، والبسكوت ده لأي حد ما عندوش اي امكانيات يقدر يعمله. وبدل العجلة دي على فكرة ممكن سكينة تقطعي بيها. زي ما انتوا شايفين سمكها يا دوبك 3 ملي، رفيع جدا. هرصصه في صينية مدهونة زيت بسيط، وبالشوكة اخرم كده زي ما انتوا شايفين. والمقدار ده عمل معايا صينيتين كبار زي اللي انتي شايفاهم دول. والله طلع جميل، انا بالنسبة لي عجبني وفكرته حلوة. وعليت القيمة الغذائية شوية ان انا عجنته بنص كوباية لبن، بس جميع القنوات بتعمله بنص كوباية مية تمام، ونص زيت فقط. انا حطيت معلقة زيت سمنة، سوري معلش. اهم حاجة نخرم كده باي شيء عندك ان شاء الله بخلة، اظن مفيش اسهل من كده. انا عشان التصوير كمان خد مني وقت. دخلنا الفرن وطلع معانا بالجمال ده، دايب دوب كده وانتوا بتقطميه مع كوباية الشاي، عامل زي بسكوت المدارس كده اللي بيسلموه لأولادنا. طعمه لذيذ جدا وخفيف وبسيط، والأحلى انه مش مكلف. يا رب يكون عجبكم، وقناتي دايما عند حسن ظنكم. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.